تفاؤل وروقان وبهجة وسعادة وكل حاجة جميلة. بص بقى، الفيديو ده لو انت متضايق، حياتك متنكدة، مودك مش كويس، عندك مشاكل كتيرة، عندك بص بقى شايف الدنيا وحشة جدا 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 في عينيك، شوفوا الفيديو ده لان في سر مهم جدا جدا جدا، وتابعه الاخر. السر ده لو انت عملته هتتحول كل حياتك لسعادة وبهجة ومشاعر جميلة وزقططة كده يا مزقططة. المهم تعال اقول لك متنساش اللايك والسبسكرايب والشير، عشان بجد اللي مش هيشترك في قناتي يا جماعه فايته كثير من البهجه ومن السعاده. بص بقى يا سيدي، ايه هو السر ان حياتك تحس ان هي ملخبطه، ان انت متنكد، ان انت مودك دايما وحش؟ وايه اللي انا اعمله عشان اغير في حياتي لحظيا ومشاعري تتغير لحظيا وتبقى فيها سعاده كده وزلططه وزقططه حلوه زلططه دي؟ ايه هو السر بقى؟ السر ان انت تتحرك. قوم العب رياضة. قوم مثلا، لو انت مثلا قاعد في شغل موسيقى وقوم ارقص يا عم، ايه المشكلة؟ ارقص ارقص ايه يا عم انت؟ استغفر الله العظيم. هقول لك يا عم انت مش بترقص، ولا انت بترقصي قدام رجالة مثلا او كده؟ لا، انت لنفسك انت. ليه بقى؟ هقول لك ليه. تعالى بقى ايه، هقول لك السبب بطريقه علميه، وليه الحاجه دي بتغير مودك لحظيا وبتغير كل مشاعرك وتخليك مزقطط جدا جدا جدا. ثلاثة جدا، ها؟ المهم ما تنساش اللايك وسبسكرايب والسير عشان اللي جاي مهم جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لما انت بتتحرك بجد، او لما انت بتلعب رياضه، العب رياضه، او لما انت مثلا تقوم ترقص او انت تقوم ترقصي، بس طبعا مع نفسك، محدش مش رجاله يشوفك، اوعي. ما عندناش بنات بترقص قدام رجاله. تمام. لما انت بتتحرك عامه بتعمل اي مجهود بدني، فانت بيتفرز في جسمك حاجه اسمها الاندورفين. الاندورفين ده هو هرمون السعاده. ايه بقى بيعمل ايه الاندورفين ده بقى بروقان كده؟ بيعمل ايه؟ اول حاجة بيقلل او بيحوش الالم النفسي. لو انت عندك اي الم نفسي، لو انت متضايق مخنوق زعلان، بيروح كل ده. وكمان ايه الالم الجسدي، يعني لو واحد مثلا ايه تعبان، عنده مشاكل صحية او كده، يقوم ايه بقى، يقوم يرقص او يقوم يلعب رياضة، وفعلا تلاقي الالم الجسدي رايح. وانا عايز اقول لكم قصة كده. كان في واحد كنت اعرفه، كان عنده مشاكل صحية كتير. فالمهم كان في فرح بتاع ناس ايه، ناس معرفة يعني. فلقيناه فجأة قام رقص وفي الفرح واتبسط وروق نفسه. وهو بعد ما يخلص وقعد يقعد وهو كان تعبان قبل كده، قعد يقول والله انا ما انا حاسس بتعب، والله ما انا حاسس بتعب. طبعا الناس ايه، مش فاهمه. لكن دلوقتي احنا بقينا فهمنا ليه، لان الاندورفين يا جماعه بيعلى. على فكره الاندورفين ده يعني هو ده المورفين الطبيعي اللي ربنا حطه في جسمنا. اللي هو بيسبب لك انه بيحوش الالم كله. وفي سر كمان في الحركه، في سر في الرياضه، في سر في كل في المتحركه. دايما انت اقول لك عشان تعرف الاشارات القويه خليك ذكي ولماح بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. بص كده للكون حواليك، بص الكون حواليك، هتلاقي دايما الميه المتحركه بتبقى ميه ايه، صحيه. لكن انت هات شويه ميه كده، ما تحركهمش كده وخلوهم بقى ايه واقفين كده، هتلاقي الميه دي بعد فتره عفنت وباظت. تمام. بقول لك ايه، انت مش قلت لها تعملي لايك وسبسكرايب وشير؟ انت حر. انت لما انت لو انت فاتك قناتي سيفوتك كثير من البهجه ومن السعاده، مش هتعوضه في قناه تانية. ايوه انا بقول لك اهو. تمام. ففعلا، فانت لما تلاقي الميه المتحركه فعلا بتلاقيها بتروح وبتيجي او كده، بتلاقيها ميه طبيعيه، ميه نقيه ما بيكونش فيها اي حاجه. لكن الميه الثابته ايه اللي بيحصل؟ بتبقى متعفنه، صح؟ طب ما انت يا زكي جسمك ده تلات ارباعه ايه، ميه، صح؟ 70% من جسمك ميه. فانت لما تقوم تتحرك، تقوم تروح، تقوم تيجي تلعب رياضه، قوم شغل اغاني وارقص، هات اصحابك وارقص، وانتي روحي اقفلي الباب على نفسك واقعدي ارقصي. افرحوا، افرحوا يعني، ما تسيبوش نفسكم لمود الحزن. ليه؟ لان انت لما انت بيبقى عندك النكد شغال، بيبقى هرمون الكورتيزول ده بيبقى عالي.
وبعدين ايه بقى لما بيعلى هرمون الكورتيزول ده، ممكن كمان الادرينالين. هرمون الكورتيزول والادرينالين دول اعوذ بالله هم اساس كل المشاكل النفسيه، وعلى فكره بتحولوا بعد كده الامراض. تمام. فانت لما انت بقى تبقى عندك انت زعلان الهرمون ده عالي، معناه ان انت محتاج ايه بقى؟ اول ما يعلى تقوم تتحرك. يا جماعه مش هباء، مش هباء يا جماعه، ان الحركه دي موجوده حتى في كل الاديان وفي كل الطقوس. انت لما انت بتصلي في كل الاديان بتقوم بتعمل حركات معينه. مش هباء، ربنا بيديلك اشارات. الناس اللي بتروح بتعمل عمره انت بتتحرك. فالحركة دي انت بيتفرز في جسمك حاجات مهمة جدا، هرمونات السعادة، هرمونات الروقان. بص كده، بص كده للأطفال. تعالوا بقى نتعلم من الأطفال، لأن الأطفال دي هي أسعد كائنات موجودة على الأرض. أنا دايما بقول لأي حد كئيب ومكتئب أو زعلان، أقول له أصل أنت موت الطفل اللي جواك. يقول لي الطفل اللي جوايا إيه يا عم؟ هو شايفني واحدة أنا حامل؟ أقول له لأ. مش كده، الطفل اللي جواك نفسيا. دايما سبحان الله الطفل المولود بالفطرة هتلاقيه عمال يتنطط ويتحرك ويقوم ويلعب ومش عارف ويجيب ايه، ما بيحزنش. فبتلاقي عنده الحركة دي بتفرز عنده هرمون الاندورفين، واوريدي بيبقى عنده الدوبامين عالي. والدوبامين ده بقى وما ادراك ما الدوبامين. ان شاء الله باذن الله، وده من هرمونات السعاده على فكره. هبقى اقول لكم عنه ان شاء الله باذن الله في حلقات جايه. فانت لو انت متنكد زعلان، مراتك منكده عليك، يا عم انت ما تعرفش، اصل مديري منكد عليا. اسكت، ده انا النهارده كنت في الشغل، يعوذ بالله. اسكت، ده انا النهارده اللي كلامي بيتقال لي. اصل انا النهارده كنت ماشي، واحد قال لي كلمه اعوذ بالله زي السم. قوم اتحرك. قوم اتحرك و وشغل اغنيه جميله كده، وقوم كده اتحرك كده وحرك جسمك كده، وقوم العب رياضه، خلي مودك حلو. على رأي يقول لك خلي مودك حلو وعال زي ما بيقولوا ده. واهم حاجه بقى عشان تبقى انت سعيد ورايق ومبسوط والنكد يروح في حياتك، هي ان انت تتبع قناتي. فتعمل ايه؟ شير، سبسكرايب، وتعليق. انا شايفك ها. واستنوني ان شاء الله باذن الله في حلقات جايه قويه جدا 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 جدا. وسلام. وبقول لك على حاجه، بتمنى لك بجد من اللحظه دي وكل اللي ايامك الجايه تبقى كلها سعاده وخير وجمال وبهجه. وقوم اتحرك يا عم، انت لسه قاعد؟ سيبك من السوشيال ميديا والقعده على طول دي، هتخليك بص زهقان ومخنوق. قوم اتحرك واعمل حركه وعيش حياتك بروقان وبسعاده. بحبكم جدا 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 جدا. وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير عشان ما يفوتكش السعاده والبهجه في قناتي. واشوفك على خير. سلام، باي.